كلام كتير ملوش داعي، احفر حفرة وادفن اوجاعي، دمعة تيجي نازعة على بذرة توجاعي تيجي. مره كنت واقف مع اصحابي في الجامعه وجي ولد صاحبنا ما بنستلطفوش قوي، قال لنا ايه رايكم لو نخرج النهارده نشوف ماتش برشلونه وريال في اي كافيه. كل واقفين رفضوا بشكل او باخر، اللي اتحجج بالمذاكره اللي عليه، واللي قال ان الماتش مش هيكون كويس، واللي بس رفض. فالولد قال تمام تتعوض في وقت تاني ومشي. بعدها بدقيقه بالظبط جه واحد صاحبنا كلنا بنحبه وبنحب نكلمه، جه قال لنا نفس الكلام، ايه رايكم لو نتفرج النهارده على الماتش سوا في اي كافيه. الغريبه بقى ان اللي كان عنده مذاكره فجاه المذاكره اختفت، واللي كان شايف الماتش مش هيكون حلو بقى اول واحد متحمس للفكره، واللي رفض المره دي وافق ورحب. الماتش واحد لكن اللي عرض الفكرة مختلف. هنروح بعيد ليه؟ جرب كده تفتح فيديو لأحمد موسى ولا لميس الحديد، جرب كده واسمع كلامهم، شوف نفسك هتقتنع بيه ولا لا. والله يمكن لو بيحاولوا يقنعوك بحاجة انت نفسك مقتنع بيها تبدأ تشك. اي شخص انت مش بتتقبله مستحيل يقدر يغير رأيك حتى لو كان كلامه صح. الكلام مش اهم من الشخص اللي بيقوله، ولو الشخص اللي قدامك مش بيحبك مهما قلت له من اشعار ووعود مستحيل اصلا يسمع لك. لكن لو بيحبك مش بس هيسمع لك، لكن هيسامحك على اخطائك، هيعدي لك غلطاتك، هيقتنع حتى لو كلامك مش مترتب. هما ليه في الاعلانات مثلا بيجيبوا فنانين ولاعيبه الكوره مشهوره ومحبوبه عشان يروجوا لاي منتج؟ ببساطه لان الناس بتحبهم وبتصدقهم، فهتشتري حتى من غير ما تفكر. انت كمان لازم تتعلم تعمل كده لو عاوز تاثر على الناس. لو عاوز تقنع حد بحاجه اسال نفسك في البدايه، هل الشخص ده بيحبني؟ هل بيحترمني؟ قبل ما تفكر هتقول له ايه شوف علاقتك بيه ايه. انت ممكن تتكلم وتتناقش وتشد في الكلام والموضوع يقلب بخناق، وقتها لازم تقف فورا لانك بتخسر طاقتك وكمان بتخلق عدو. والحل ارجع خطوه ورا وابدا من الاول، يا تعمل من الشخص ده صديق يا تبعد عنه خالص. تعال بقى نطبق الكلام ده على حياتنا العاطفيه. كم مره قلت للانسان اللي في حياتك حاجه وما تعملهاش؟ يا حبيبتي بلاش كده، يا بنتي يهديكي يرضيكي، وبرضه بتعمل اللي في دماغها او بتقلب الترابيزه. عارف المفروض كنت تعمل ايه؟ كان لازم تقف من بدري قبل ما توصل للنقطه دي. اصلا المشكله عمرها ما كانت فيك ولا في انك مش قادر تتحملها او تقنعها، انت ببساطه بتحاول مع شخص لا هو بيحبك ولا بيحترمك اصلا. صدقني لو كانت بتحبك كانت هتنفذ كل كلامك حتى لو كان كلامك ده هي نفسها مش مقتنعه بيه. الانسان اللي بجد معجبه بيك وبشخصيتك هتلاقيها بتغفر لك تصرفاتك الغلط وبتعدي كلامك الغريب وبتستوعب افكارك اللي ملهاش معنى، وساعتها يمكن هي نفسها تتصرف نفس تصرفاتك دي. المشاعر لما بتبقى حقيقيه بتبقى شبه السحر يا صاحبي. زمان كنت واقف في صيدليه وكانت الرجل عليها خفيفه خالص، يمكن يدخل لها في اليوم 5 أو 6 اشخاص بالكتير، لحد ما قررت اغير من اسلوبي في البيع. ما عملتش خصومات، ما اديتش حد هدايا، لكن كل اللي عملته ان غيرت طريقه كلامي مع اللي بييجوا يشتروا. بقيت ابتسم في وشهم وافتح معاهم مواضيع واخد ودي في الكلام. اتحولت من مجرد دكتور بيصرف لهم دواء لصديق هم بيحبوه وبيحبوا يتكلموا معاه. وفعلا مبيعات الصيدليه في الوقت ده وصلت ارقام مهوله. فباختصار شديد لو حابب تاثر على حد خليه الاول يحترمك ويحبك، ولو حبك فوقتها تقدر تقنعه باي حاجه. قبل ما تبيع منتجك او فكرتك او حتى مشاعرك لازم الاول تشتري حبهم. لو الشخص ما حبكش من الاول كل محاولاتك هتفشل بنسبه 99%. فاختصر الطريق على نفسك وما تحاولش مع حد مش بيحبك. انت اولى بطاقتك ومجهودك، انت اولى بنفسك من حد مش مقدرك. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه. اشوفكم على خير في حلقه جديده في الشارع.